معرفش ازاي الارقام دي. الذكاء الاصطناعي بيقول لك مين اللي هيتاهل بعد ما اتلعبت ماتشات ذهاب دور ال 16. يعني بالنسبه لبروسيا وبيس في اندهوفن يعني دي معقوله شويه 56 44. بالنسبه لريال مدريد ولايبزيج 86 و14%. يعني انا شايف برضو ان لايبزيج ما عندهاش فرصه تاهل اكتر من 14%. نسبه باريس وريال سوسيداد مش مقتنع بيها 87% و13. لا مش حاسسها. انا شايف ان ريال سوسيداد ممكن تعمل رومونتادا يعني عادي جدا حتى لو بنسبه 30%. السيتي وكوبنهاجن 99 1%. يعني لا كنت تكتبه 100% والله ما كانش حد هيدقق وراك. عاوزك تقنعني ازاي بورتو 39% والارسنال 61% وبورتو هي اللي كسبانه في الذهاب 1-0. ارسنال اتقل بس برضه يعني هنعملها 50 50 تبقى واقعيه شويه. دي ازاي هم متعادلين في ماتش الذهاب 1-1 وفي ايطاليا بس 71% 29%. ده كتير قوي. برضه برشلونه مش الفريق المضمون قوي. نسبه ماتش الانتر واتلتيكو دي اكتر واحده مش مضمون. اتلتيكو دي ملكه الكلاحه ممكن تجيب جول او اتنين وتفضل تدافع عادي جدا وكتير عملت السيناريو ده. بص انا عارف ان الماتش الجاي في الاليانز ارينا وكل حاجه بس برضه يعني ما تحطش لاتسيو 36%. يعني حطها 40 45. يعني بايرن تعبان قوي دلوقتي.